يا نهار ابيض، ابويا بنفسه في الفيديو، يا لهوي 3 سنين بقنعه عشان يطلع معايا. انا سايب دقني عشان انا هذبح السنه دي ان شاء زي الله. القمر. هو سنة عشان صح. بس يا جدعان، انتوا ابويا بالسهل يقعد كده، ده 3 سنين بص نزلت ميل من الاخر، ميلت على رجلي ابوس. بص من الاخر عايز انت إيه؟ طبعا يعني قول لي نصيحة، بما ان احنا داخلين على ايه، نصيحة اخوية بما انك ابويا. والله نصيحتي ليك يا عمرو، اهتم بمستقبلك. ما هو يعني خلي السوشيال ده، ودي حقيقة، خلي السوشيال ده يعني ده السكند اوبشن بتاعك، لكن مستقبلك في الاسنان وكده، ولازم تحط بلان لمستقبلك. ابويا ما بيحبش السوشيال ميديا، بيكرهها بيكره فيديوهاتي وما بيحبش اي حاجة. بكرهها، ما تاخدكش من الاساسي بتاعك اللي هو الطب. الجديد كله السوشيال ميديا والحاجات دي، مش الطب زمان ايامكم. الجديد دلوقتي، لكن ما تعرفش المستقبل هيكون فيه. هو ما هيدنه برضه موجود ولا هيختفي، لكن الطب خدمة الإنسان نفسه، أو خدمة الإنسان يعني دي في حد ذاتها حاجة سامية قوي، ولها ثواب كبير عند ربنا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لما يجي لك عيان عمال يصوت من أسنانه، حاجة بسيطة تصلح له الموضوع ده وتروح مبسوط، دي في حد ذاتها يعني شوف ثوابها كام. سيبك عن الناحية المادية، لكن ثوابها عند ربنا قد إيه. الله يديك الصحة والعافية يا بابا. شكرا.